بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء كانت أنا كنت هنا في الجامعة، دخلت الدار بعد ما صليت العشاء نلقى واحدة الحريقة في وسط الحوش. قلت لها عزوز وشي هذا وين؟ عزوزي مرتي معناها. قالت لي حرق واحد من الذر الصغار حرق الدار، حرقت المطارح وحرقت، نظفنا هيك الدار وكل شيء. زاد بعدها بواحد الدقائق غلال زاد حرقت، شعلت الخزانة كذا العادة. زاد بشوي بشوي نظفنا، قلنا كاين شرارة قاعدة ولا حاجة من هاك الحرق. تمت الفكرة هذيك. ثم الصباح سيدي أنا عولت على ربي ورحت خدمتي. النهار اللي بعدها زاد شعلت لي واحد زريبة، رحنا زريبة كانت فيها زاد شعلت. وش كاين؟ قالوا الحرق هذا وين؟ ذر مولد وكذا يديروا في النفاط. قلنا هكاكا. زاد النهار الآخر زاد شعلنا، زاد حرقت الدار نفس القضية. قال لي واحد الصديق أنت الحرق نتاعك مش معناها مش طبيعي، لازمك تدير رقية. هيا جيت هنا للطالب سيدي بعد ما صلينا العشاء، قلت لها راهو عندي حريق في الدار وكل شيء وراني ما عرفتش كيفاش. قال لي يلا نروح نديروا رقية. جي البلاصه وين تحرق، قال لي قلت له هاي البلاصه الدار هذه وين هاك واش تحرقت؟ بدا يرقي كذا بخ بالماء، قال لي خلاص ما عاد يعطيك شيء. النهار الاخر زدنا شعلنا، قالوا لي لازمك تغادر المكان من الحوش حتى تجيب الطلبه وتدير الرقيه وكذا. رحت الحوش نسيبي، درنا القش، هو في جهه ونيا في جهه. القش غشنا نتاعي نيا يحرق وغشه هو ما حرقش. غش كله حرق، غشنا ما حرقش. غشه حرق وغشنا يحرق وغشه هو ما حرقش. زاد بعد صباح نايا جيت رايح، قلت لهم نايا قعدنا نكلموا في الطلبه وكذا باش ندير الرقيه في دار نسيبي. نرجعوا للدار، قعد عندنا شوي قش هكا بدينا نجيبوا فيه نلموا فيه في الحوش. قلت لهم نايا من بعد ديروه كل دار ديروا فيها جزء من الطروف اللي قعدت. الله اكبر الله. بعد ما جبنا الطروف نتاعنا ودرناها في الدار، معناها في الدار احنا في وسط الحوش، احنا راهو حوش واسع يكون، درناها هاك الغش وبدينا باش نديروه كل كملنا الغش قد شعلت النار في وسط القش هذاك وين. كانوا جماعه كل واجدين جاوا يجاروا وطفوا، ما قعد في حد شيك الغش اللي كان كله حرق. جانا سي مختار ها وحذاك، بعد قلت له هيا باش دير لي رقيه. جا سي مختار دار الرقيه في الليل. زاد مشيت كان الطالب محمد الشايب تاع هرويله زاد جي دار الرقيه وبخوا الحوش بالماء. زاد كاين اخر سمع بيا من الرباح حسان صديق حتى هو يقرا ولا باس عليه، زاد في الليله هذيك زاد جاء. من ثم شفت حد شيء الحمد لله. لما تهزت علي الحوايج اللي كانت تاع الحريق وكذا، قالوا لي راهي فكره جنون بالسحر وبكذا وماشي نفع. بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة الجن أنه معروف أن عنده تأثير يعني خاصة عندما تنتشر بعض الكبائر وكذلك الأسحار، عندما تكثر تجد أن الجن يقوم ببعض الأعمال يعني شديدة عن الإنسان. مثلا في مدينة سحبان، في قرية سحبان بمهونسة، في العام الماضي 2013 يعني وقع حادث غريب، أن النار تشتعل في الخزانة في غرفة النوم، ثم تشب في باقي المنزل مرة مرتين ثلاثة، من بينها مرة في يوم من الأيام بعد ما نحل الملابس ونحل الغش ونحل المطارح، الأشياء هذه وضعت في وسط في ساحة الحوش، وإذا بها أمام كل الناس تشب يعني النار تطلع لفوق ثم يطفئها الناس. مرة مرتين ثلاثة أربعة، بعد جونا في قضية الرقية، كان المتحدث كان ثلاثة آخرين جو في كل واحد